هل تخيلت ولو لمرة إن ممكن يكون جواك مرض بيقتلك في صمت؟ تعالوا معايا نتعرف على واحد من أشهر الأمراض القلبية وهو علو ضغط الدم والمعروف طبيا بالهايبرتنشن. طب إزاي بيشخص مريض ضغط الدم وإيه هي قرايات ضغط الدم؟ قرايات الضغط للبالغين بنقسمها ل5 مراحل. المرحلة الأولى الطبيعي أو المثالي ويكون فيها الضغط أقل من 120 على 80. المرحلة الثانية وهنا نبدأ نقول على الضغط بدأ يعلى، وده لو الرقم العالي ما بين 120 ل 129 والرقم القليل زي الطبيعي يعني 80 أو أقل. وده مش بيحتاج أدوية لعلاجه، مجرد تغيير نمط الحياة أو لايف ستايل موديفيكيشن. وندخل على المرحله الثالثه ودي تعتبر المرحله الاولى في الضغط او بيسموها الستيج 1 هايبرتنشن، وبيكون الرقم العالي ما بين 130 ل 139 والرقم القليل من 80 ل 89. اما المرحله الرابعه ودي تعتبر المرحله الثانيه في الضغط وبيسموها الستيج 2 هايبرتنشن، وبيكون الرقم العالي 140 او اعلى والرقم القليل 90 او اعلى. والمجموعه الخامسه والاخيره ودي تعتبر حاله باور وبيسموها الهايبرتنسيف كرايسيس، وفيها الرقم العالي بيبقى اعلى من 180 والرقم القليل اعلى من 120. ودي حاله خطيره لانها ممكن تدخل المريض في فشل بعض الاعضاء في الجسم زي القلب والكليه مثلا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.